عمرك في يوم فكرت ايه اغلى بيضة في العالم غير البيض اللي انت عارفه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. هنشوف مع بعض النهاردة اغلى 5 بيضات في العالم. بس قبل ما نبدأ تعالوا نصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، ودعمونا بلايك واشتراك في القناة. بيض الوزة في شبه كبير من بيضة الفرخة أو البط. بتحتاج الوزة تقريبا 10 ساعات من الضوء الطبيعي يوميا عشان تقدر تديك البيض اللي انت عايزه. عشان كده دايما هتلاقي البيض متاح أكتر في أوائل الربيع. حجم البيضة بتكون أكبر من بيضة الفرخة بحوالي 3 أضعاف، والسعرات الحرارية للبيضة الواحدة حوالي 265، وفيها 19 جرام دهون و20 جرام بروتين. القشرة بس لوحدها بتمثل 12% من الوزن الكلي. طعم بيضة الوزة إلى حد كبير بيكون نفس طعم بيض الفراخ، فعشان كده لما تيجي اعمله بنفس الطرق العادية. وسعرها بالدولار بيكون في حدود 3 دولار للبيضة الواحدة. بيض الديك الرومي. الديك الرومي بياخد وقته عشان يدينا بيض بكميات كويسة، فعشان كده مش هتلاقيه في السوبر ماركت كتير، لان برضه في الاخر طعمه نفس طعم بيض الفراخ، فمفيش فرق كبير. هو بس اكبر بنسبة 50% عن بيضة الفرخة، ووزنها حوالي 90 جرام، وبرضه سعرها حوالي 3 دولار للبيضة الواحدة، فمش مستاهل انك تشتريه اصلا. ماشي. بيض النورس. دخلنا كده في التقيل، لان البيض ده مش متاح غير في 4 اسابيع بس في السنة، يعني يا تلحق يا ما تلحقش. فعشان كده البيض ده من اكتر الاكلات المشهورة اللي بيروج ليها كتير من الطباخين في المملكة المتحدة. وسعر البيضة الواحدة ممكن توصل الى 10 دولار، واللي بيخلي البيضة غالية كده بسبب طعمها الخرافي وشكلها الجميل، كمان الموسم القصير بتاعها. والبيض ده ما بيجيش من اي نوع نورس وخلاص، لا ده نورس بيبقى راسه سودا، وبيعيش حوالين ساحل المملكة المتحدة وفي المحميات والمستنقعات هناك. وعشان تقدر تجمع شوية بيض من هناك لازم يكون معاك رخصة تسمح لك بكده، وبيسموهم ايجرز. فلو حابب تكون من الايجرز لازم يكون عندك هواية جمع البيض عشان تقدر تاخد الرخصة. مش محتاجة حاجة يعني. بيض الايمو. للي ما يعرفش حيوان الايمو، فده طائر استرالي وهو تاني اطول الطيور بعد النعام. بيشبه لحد كبير جدا لقريبه النعام، بس مع اختلافات بسيطة زي اختلاف الالوان، وانه عنده 3 صوابع في رجله مش 2 زي النعام. البيضة بتاعته شكلها تحفة باللون الازرق والاخضر زي الافوكادو. وفي حقيقة جميلة بتقول ان ذكر الايمو يعتبر الاكثر اخلاصا في عالم الطيور. الراجل منهم بيبني العشة وبيستنى الست تيجي، وبتبدأ عملية التزاوج. في الأشهر الباردة تضع الأنثى في المتوسط حوالي 11 بيضة، وبعدين بص بقى لما الطبيعة تخدعك، ستات الإيمو بتروح تتجوز رجالة تانية عشان تنتج بيض تاني، والراجل المسكين بيفضل حاضن البيض لمدة 56 يوم، ما بيسيبش العيش ولا بيروح يدور على أكل ولا مية ولا أي حاجة، وبيخس يا عيني تلت وزن جسمه. وبعد ما بيتولدوا بيفضل يحميهم لمدة أكتر من 2 سنين. يا سلام، أما قصة عبرة صحيح. سعر البيضة الواحدة حوالي 30 دولار. حجم البيضة كبير جدا، فلو عندك عزومة ولا حاجة ما تجيبش كرتونة بيض فراخ، وهات بيضة الإيمو وعيش يا معلم. بيض النعام. طبعا النعام هو أكبر أنواع الطيور في العالم، فأكيد حجم البيضة بتاعته هتكون عملاقة. وزن البيضة الواحدة ممكن تصل إلى 2 كيلو، بس المتوسط حوالي كيلو ونص، تقريبا وزن 25 بيضة فراخ. بروتين عالي وسعرات حرارية حوالي 2000، غني بالفيتامينات أ وب، ويعتبر مصدر كويس جدا للكالسيوم والفسفور. أنثى النعام بتبيض حوالي من 2 ل 7 بيضات، بمتوسط 120 بيضة في السنة، وسعر البيضة حوالي 30 دولار. وبكده نكون استعرضنا ليكم النهاردة أغلى 5 بيضات في العالم. لو عجبك الفيديو وعايز تشوف تاني من السلسلة دي، دوس لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس، واشوفك تاني في فيديو جديد.